استعمالات جديدة وعجيبة لهاد الآلة اليدوية غادي تفيدك بالأخص في هاد الشهر الكريم، غتعوضك على عدة آلات وأدوات في المطبخ. خليك معايا تشوفي فاش غتفيدنا وفاش غنستخدموها. ويلا نبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هاد الحصة الجديدة، فيديو جديد وأفكار جديدة بإذن الله. كنتمنى تستافدوا منها وكنشكركم بزاف على المتابعة. متنساونيش بلايك والبارطاج، كنتمنى لكم فرجة ممتعة. غنبداو على بركه الله باول حيله واول فكره. كما كتشوفوا معايا يعني هاد الاله راه قديمه ولكن عندها بزاف ديال الاستعمالات. كنا نبداو باول فكره بالنسبه لهاد الشبكات هادو، كاينه فيها الصغيره والمتوسطه والكبيره، حتى هما عندهم بزاف ديال الاستعمالات. حتى هما الا قداموا لكم استعملوهم للبراز، استعملوهم الكسكسو اللي عندكم هذاك ديال الطنجره فاش كتبغيو ديروا الكسكسو، يعني في داك الكاس ديال الكوكو تستعملوها باش ما يتخنقش لكم الكسكسو. يعني دوك الشبكات حتى هما عندهم استعمالات مدهشه. غندوزو لاول فكره اننا غنديروا فيها الفرماج بواحد الطريقه رائعه. الفرماج بالنشا، يعني كان ما نديروا لا زيت لا حتى شي حاجه، كديروا غير معلقه ديال النشا. ما تخافوش منها، هاد المعلقه راه ممكن انكم في الاخير تغربلوه اولا، يعني غير فاش تكونوا كطحنوا الا طاح ديك النشا الاولى كتغربلوها صافي، يبقى الفرماج ديالكم متماسك وجيد رائع، يعني ما كيبقاش يتلاصق وما كيعذبكمش. احسن بكثير من انكم تطحنوه في الاله الكهربائيه، كتخرجوا عليها. وكذلك الا بغيتو تحكوه كتعانيو معاه، بالاخص الا كان فرماج اللي كيكون هكا شويه ما متماسكش مزيان، خصكم حتى يجمد عاد تحكوه. لاحظوا معايا يعني هاد واخا شفتوا هاد المعلقه اللي درت، يعني راه ما غاديش تبان لكم في الاخير نهائيا. صافي تندوز نبرش هذا ولا كنطحن هاد الفرماج هذا بالطريقه العكسيه. الى من الاحسن تصغروا المكعبات، يعني باش ما تعانيوش معاه. من الاول البنات تصغروا هاد المكعبات هادو صافي. وراه الا طاحت شي نشا غربلوها، يعني كتغربل بكل سهوله، وهي واخا تبقى يعني ما عندها حتى شي ضرر. فعلا راها فكره عمليه، وكتبقى يعني الاله ديالكم ما كيلصق فيها فرماج، ما كيعذبكم ما حتى شي حاجه. منها كديروا الحركه اللي ديكم، ومنها كتحافظوا على الالات الكهربائيه، لان الفرماج كيخرج على الالات الكهربائيه كيحرقهم. وكذلك كيخرج مبشور بواحد الطريقه اكثر من رائعه وتقليديه من طبيعه الحال. كنتمنى فعلا هاد الفكره هذه الاولى انها تفيدكم. خليكم معايا الغزالات، باقيين عده افكار في هذا الفيديو هذا. ممكن تشاهدوهم لاول مره، علاش لا. دابا بعد ما ساليت كما شفتوا معايا، يعني كان صافي دابا غنحافظ عليه. لاحظوا معايا كيجي متساوي بواحد الطريقه هائله، وكيعطينا كميه كثيره ما شاء الله. دابا غادي نجيب واحد البلاستيك، راه ما بقاتش فيه نشا الشون، يعني ما بقاتش نهائيا. يعني الا بانت لكم نتوما غربلوها، ولكن غير ديك المعلقه ما كتبانش فيه. صافي غادي نديرو هنايا في هاد البلاستيكه هادي، ونديرو في المجمد يجمد. صافي فين ما بغيتو شي حاجه كتهزوها. كنتمنى هاد الفكره تفيدكم. وغندوزو للاستعمال الثاني، حتى هو اللي اكثر من رائع وغتحتاجوه في هذا الشهر الكريم باذن الله. بالنسبه للفكره الثانيه، غادي تحتاجوا لواحد المعجون ديجا تقاسمته معكم البنات. الا بغيتوا المقادير والتفصيل غنخليكم الرابط في صندوق الوصف، ولا دخلوا للقناه. تاخذوا هذا الزيتون كتحيدوا ليه العظم، كتضيفوا ليه زيت الزيتون. غنقول لكم غير شفويا. هانتوما تشوفوا معايا في الصور، كتضيفوا ليه شويه ديال الربيع، شويه ديال الزعتر، شويه ديال يعني شويه ديال الفول الثومه هكا ولا الكمون اللي بغيتو نتوما، وكطحنوه وكتبقى ديك الجلده لاصقه الفوق، ما كتهبطش، كتهبط غير اللب. يعني فكره رائعه. الا بغيتوها مرحبا بكم في القناه، غادي جات تقاسمتها معكم. الفكره المواليه هي الهائله. غادي نحصلوا على كاوكاو هكا كونكاسي ولا مبشور بجوج طرق. لاحظوا معايا دابا غنقول لكم علاش جوج طرق. يعني هذه كتعطيه لينا منيل وكذلك مبشور، يعني بواحد الطريقه هائله، احسن من الالات الكهربائيه. يعني ما تيديروش لينا بديك الطريقه اللي بغينا حنايا. فاش غادي نسالي، غادي نغربلو النص، غادي تخليوه مثلا للصفا وداكشي، والنص الاخر للتزيين ديال الحلويات. كيجي يعني بواحد الطريقه جد رائعه ومتساوي بزاف، احسن من الاله لانها تخرج لينا عليه. يعني اما طحنو كامل، اما هذه لا، كتخرجوا بواحد الطريقه اللي غتعجبكم باذن الله. كما غتشوفوا معايا دابا، انا دابا هنايا راه يعني مخلط. دابا غادي نغربلو باش يبان لكم. انا درت لكم هنايا كميه قليله غير على التجربه. نتوما راه ما شاء الله، يعني واخا تلوحوا فيه كميه كثيره بسرعه كتحصلوا على واحد الكميه جد رائعه بهاد الاله. فعلا هاد الاله راها سحريه، وراه بزاف ديال الاستعمالات اللي هما معروفين. انا نتقاسم معكم استعمالات اللي يعني ما معروفينش بزاف، بالاخص عند المبتدئات. لاحظوا معايا كتحصلوا على جوج انواع. المبشور بزاف داك المنيل اللي كنقولوا حنايا منيل، وهذا اللي مهرمش يعني بواحد الطريقه هائله. لاحظوا معايا يعني متساوي ما شاء الله. كنتمنى فعلا هاد الفكره هذه انا تفيدكم. ممكن ديروا فيه اللوز، ممكن ديروا فيه الكركاع، يعني كاع المكسرات ديالكم تردهم لكم بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو لباقي الافكار. خليكم معايا لاخر فيديو مفيد باذن الله.
غندوزو للفكرة الموالية، وهي كذلك بالنسبة فاش كنبغيو دابا تنحتاجو الخبز محمص بزاف في هاد الشهر الكريم. كيعذبكم يعني الا بغيتو تحكوه اولا تضيعوا عليه الكهرباء، علاش ما ديروش في هاد الاله هادي بسرعه. منها كديروا الرياضه الكتف ديالكم، ومنها كتحصلوا عليه بواحد الشكل اللي هو رائع، ما كيتنيلش بزاف بحال الاله الكهربائيه. يعني كيجي حتى هو مبشور وكيبقى يعني محافظ على ديك الجماليه ديالو، باش الا بغيتو ديروا هكا الكفته، ولا بغيتو ديروا اي حاجه كنتو تحتاجوا فيها هاد الخبز المحمص. يعني راه كيجي بواحد الطريقه رائعه بهاد الاله هادي. وديروا غير هذيك الشبيكه اللي عيونها كيما شفتوا معايا دابا رقاق، كيخرج جد رائع. كنتمنى فعلا هاد الفكره تفيدكم. درتوه في الاله الكهربائيه كيخرج منيل بحال الدقيق. هذه لا لاحظوا معايا. وإلا حكيتو في حكاكه تقدروا تضربوا يديكم، يعني تقدروا تجرحوا الاصابع ديالكم. يعني هاد الاله هادي راها عمليه، واخا هي اله ديال زمان، ولكن راه ما شاء الله. حتى النبق البنات، النبق غنقول لكم واحد الطريقه. النبق ديروا غير شويه بشويه، راه الا ما عندكمش مهراز ولا ما عندكمش الاله ديال النبق، وحتى جيتو واحد شويه بغيتوه، لان عنده فوائد عظيمه بالاخص في الشهر الكريم. ما كيخليش داك الانتفاخات والالم في الباطن، وبزاف ديال تيخلصكم بزاف ديال المشاكل. الا بغيتو تعرفوا الفوائد العظيمه ديالو، كتبوا فوائد النبق من نصائح خديجه، مرحبا بكم، راه تعرفوا بزاف ديال الفوائد. بالنسبه لهذا النبق هذا كنبقى نخوي شويه بشويه، وكنبقى غير نهرمش، كنمشي ونجي ماشي. لاحظوا معايا الا كثرتوه راه غادي يتعكس لكم، ما تخافوش. يعني كيبقاو غير العظام وكيهبط هو. في الاخير كناخذو كنطحنو في الطحانه ديال التوابل، باش الا بغيت نحصل عليه بودر، يعني الا بغيت نحصل عليه منيل بزاف، كنعاود نطحنو في الطحانه الكهربائيه. اما باش انكم تطحنوا في الاله الكهربائيه كل عظام غادي يخرجوا لكم عليها. اما هذه ما كيوقع ليها والو، يعني صراحه انا درتو عاود غير ما تكثروش، ديروا غير بحفنه بحفنه وانتم غاديين صافي. ممكن انكم تغربلوه. اللي محتاج دابا بسرعه واحد المعلقه ولا جوج تياخذ هذا هو، واللي محتاج حتى يدير كميه كثيره ويطحنها في الاله الكهربائيه ويحتفظ به في قاروره. راه حتى هو ممكن ديروه للدهن الخبز مع زيت الزيتون بحال املو. ممكن انكم يعني تستعملوه وتبقاو تاخذوا معلقه مع الماء، راه مفيد بزاف لكم والابناء ديالكم. كنتمنى فعلا الفكره تفيدكم. طبعا ندوزو الفكره المواليه. الفكره المواليه بالنسبه لهاد المندرين دابا اللي ما تيليقش لينا العصير، يعني فيه الهبره بزاف، الا بغينا نعصروه مشكله. ولا تشهينا شي كاس ديال العصير، ما عليكم الا بهاد الاله هادي باش انها تصفي لكم اللب الفوق ويهبط لكم العصير لتحت كما كتشوفوا معايا دابا. بالنسبه لداك الليمون دابا ديال داك العصير، يعني تيكون حامض بزاف. هاد المندرين هذا تيكون حلو الا تشهيتو شي كاس ديال العصير. بالنسبه لداك المندرين الصغير اللي ما كيليق ليناش العصير، حتى هو كديروا ليه نفس الطريقه. وتا الليمون اللي كيكون هكا عنده هاد اللب كتير هذا، واخا هو راه الصراحه مزيان يتكال باللب ديالو، غير ما فيها باس الا كنتو تشهيتو شي كاس العصير. ما عليكم الا ديروا هاد الطريقه هادي. وهاد الطريقه كنديروها للعنب، كنديروها البنات للرمان، راه تقاسمتها معاكم. يعني كاع الفواكه اللي هي تتبان لكم انها تعصر كتعصر هنايا، يعني بواحد الطريقه جد رائعه. بالاخص الرمان تيبقاو العظام الفوق وتيتسي لكم الماء ديالو. العنب كذلك، يعني راها ما شاء الله. وخلاص ما طيشه وداكشي راكم عارفين. وبالنسبه للخيار حتى هو غير قطعوه هو مكعبات شويه، تكون غليظه شويه باش تحكم فيه هاد الاله هادي وتطحنوا لكم. وكذلك غندوزو الاستعمال الاخر، وهو اللحم مسير. يعني فاش كتبغيو انكم تحصلوا على داك اللب مقرد، يعني طريقه رائعه. والعصير كذلك ديال الحامض، يعني راه عندها بزاف ديال الاستعمالات. هنا كيكون الفيديو ديالنا سهله. كنتمنى هاد الافكار تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه. الى عجبتكم هاد الحصه ما تنسونيش بلايك والبارطاج، وللمزيد من الحيل والافكار اللي تسهل عليكم حياتكم اليوميه وشهيوات رمضان، مرحبا بكم في القناه. مع السلامه.